وليد الركراكي يستبعد هذا اللاعب عن قائمة المونديال، وبن عطية يمدح لاعب آخر في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. وجديد شادي الرياض. وبلا ما نطول عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في توك توك سبور من جديد. مع اقتراب نهائية كأس العالم قطر 2022 بدأ وليد الركراكي في رسم اللائحة النهائية اللي غادي يلعب بها في كأس العالم قطر 2022. وفي هذا الصدد قرر الناخب الوطني المغربي استبعاد لاعب نادي الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي عن اللائحة الأولية الخاصة بالمنتخب المغربي لكأس العالم قطر 2022. فاكشف مصدر جامعي خاص أن وليد الركراكي لم يدرج بن شرقي في القائمة الأولية أصلا، اللي غادي يتم التقليص ديالها الأسبوع القادم لتصبح نهائية. وليد الركراكي قال أنه ما مقتنعش بن شرقي بالنظر للأداء ديالو الضعيف خلال مرحلة تواجده في الجزيرة الإماراتي، رغم أنه في المباراة الأخيرة سجل مباراتين وقدم مستوى عالي وعالي جدا. مهدي بن عطية يغازل ويمدح في أشرف حكيمي، وقال أن أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم في الوقت الراهن وليس فقط في المغرب. وقال شرف كبير لنا كمنتخب الوطني المغربي نتوفروا على لاعب من قيمة ومن حجم أشرف حكيمي. قال السيد كيقدم مستويات كبيرة في باريس سان جيرمان. وتابع بالقول أن أشرف حكيمي راكم تجربة قوية ومفيدة جدا اللي غادي تفيد المنتخب الوطني المغربي في مثل هذه المسابقات العالمية. قال لك أن أشرف حكيمي تطور بشكل كبير ملي كان في باريس سان جيرمان، بالرغم أن السيد يعني دار تكوين كبير ودار واحد الكارير كبير. وقال لك كنتمنى أن أشرف حكيمي يكون من بين الدعائم الأساسية اللي غادي يمشيو بنا إن شاء الله لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم قطر 2022، بالرغم من أن التوقعات ديالو قال أننا في كأس العالم غادي نخرجوا كونتر اسبانيا في الدور الثاني. وبالمقابل شادي رياض كما كنقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، بالنظر للمستوى اللي كان كيقدمه جيرار بيكي وبعد ما اعلن الاعتزال رسميا، فربما تشافي غيكون امامه خيار وحيد هو انه يأهل شادي رياض المغربي باش يلعب في الدفاع ديال برشلونة، وهي واحد الخطوة اللي غادي تكون مفيدة ومفيدة جدا للاعب المغربي رياض. ونتمنى ان شاء الله يستغل هذه الفرصة ويبصم على مستويات كبيرة ويفرض الوجود ديالو في الدفاع ديال برشلونة. وفي انتظار المزيد خليتكم اخوتي على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.